أهالي شبرا الكرام، باسمكم جميعا برحب برئيس حزب الوفد الدكتور سيد البدوي. بتمنى كل التوفيق لزملائي الأخ العزيز رامي لكح والأخ العزيز طارق سباق. وعلشان ندي مساحة من الوقت لنجمنا النهارده الأستاذ رامي لكح، عايز أقول كلمتين في عجالة سريعة جدا. اللي احنا كنا متخوفين منه قبل الانتخابات واللي أثير خلال الأسبوعين اللي فاتوا من مسألة التخويف وتصدير الإحباط لأهالي شبرا في إن مفيش حاجة هتتغير، باللي أنا بشوفه دلوقتي شايف إن الكلام ده غير حقيقي، وإن اللي بلمسه في عيونكم جميعا وفي حضوركم بيقول أن التغيير قادم بإذن الله. في التصريح. وعايز أقول حاجة تانية سريعة، إن دايرة شبرا تحديدا بمختلف دوائرها هي دايرة خاصة، لم يفرض عليها يوما ما لا ضغوط ولا بيفرض عليها أي تكتلات من أي نوع، فهي دائرة صاحبة قرارها في كل الدوائر. شبرا في كل دوائرها صاحبة قرار. كل اللي بتمناه إن من يطلب التغيير عليه أن يذهب للتصويت، لأن لا هناك تغيير بدون تصويت. ثقتنا فيكم كبيرة، وبنتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم، وبإذن الله تعالى كل التوفيق لأسرة الوفد. كل سنة وانتم طيبين. شبرا وطنية، رامي لكح 100%.